بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايب النهارده هنقدم فيها ونعمل فيها مع بعض كده سندوتشات الكبده اللي بنشتريها بره من عربيات الكبده. هنعملها مع بعض في البيت بحلاوه ونظافه البيت، وهنحشيها مع بعض كده. هنعمل الكبده بتاعتنا بالطريقه الاسكندراني ونحط عليها الطحينه كمان، وكمان العيش ده بيتي واحنا عاملينه في البيت، والشيبس ده كمان بيتي، كله بيتي من الالف للياء. يلا نشوف عملناهم مع بعض ازاي. سندوتشات الكبده اللي بنشتريها من بره، اللي كل الأطفال والكبار كمان بيحبوها، هنعملها بنظافة وتوفير البيت. لايك وشير واشتراك في قناتي لو انت لسه مشتركتيش، وفعلت زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الأحمر عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه إشعار. وشير الفيديو مع كل الأصدقاء والأصحاب لو عجبك المحتوى اللي أنا بقدمه. اول حاجه مع بعض كده هنتبل مع بعض الكبده. انا عندي هنا ليمونه ونص كده، عصير ليمونه ونص هاخد عصيرهم. والمفروض ان انا اخد ليمونه واحده بس عشان الليمون بتاعي كان اخضر، فانا خدت كمان معاه نص كده هاخد العصير بتاعهم. هنعمل الكبده مع بعض، الكبده اسكندراني زي كل الناس ما بتحبها وخصوصا الاطفال. يبقى ده عصير معايا ليمونه كبيره، هحط عليه معلقه كبيره من التوم. التوم ده انا مفرزاه في الفريزر، عمره ما بيصفر معايا، لو عايزه طريقته قولي لي وانا انزلها لك. هاخد منه معلقه كبيره كده من التوم المهروس، وممكن تستبدليها بثلاث فصوص من التوم. توم وكمون، هاخد نص معلقه كده من الكمون وكمان نص معلقه من الملح. وطالما هنعمل كبده يبقى اساسي لازم نحط توم وكمون. وعندي رشه خفيفه جدا من الفلفل الاسود، وممكن تستغني عنها. ودي كل البهارات اللي انا بضيفها في الكبده بتاعتي عشان ما تغيرش طعمها، لان انا عايزه احس بطعم الكبده. وبعد كده بنزل بالكبده بتاعتي اللي انا مقطعاها شرايح رفيعه، اللي هي التقطيعه بتاعت العربيات اللي بنشتريها من بره دي. ولا غسلتها بليمون ولا بخل ولا باي حاجه، الكبده يا جماعه ما بتتغسلش زي ما احنا شايفين مع بعض كده. وهنزل فيها بالتتبيله بتاعتنا، وهركنها مع بعض 5 دقايق بس على ما نجهز الطاسه اللي هنشتغل فيها. عندي طاسه تكون واسعه، هحط فيها حوالي 3 4 معالق من الزيت. الزيت ما يكونش غزير وبرده ما يكونش قليل. اول ما الزيت بتاعي يسخن هنزل معايا بنص معلقه صغيره خالص من التوم، تطش معايا بس كده تطلع ريحه التوم، مش عايزاها تغير لونها خالص ولا تصفر ولا اي حاجه. مجرد ما احطها انزل بعدها على طول بالكبده، والزيت بتاعي يكون سخن، ومفرد الكبده في الطاسه كده عشان انا مش عايزه الكبده تنزل ميه عشان ما تطلعش زفاره. واهم حاجه تكون النار عاليه، ويكون الطاسه اللي انا شغاله فيها تكون واسعه. اول ما تاخد لون من تحت نبدا نقلب فيها زي ما احنا شايفين مع بعض كده. الكبده من الحاجات اللي لما السوا بتاعها بيزيد بتشد معاكي، فليها درجه سوا معينه لازم نوصلها، بعد كده نطفي عليها النار. عندي فلفل بقى مقطعاه، فلفل حامي وفلفل بارد. اول ما الكبده بدات تخش في سوا معايا هتني نازله بالفلفل بتاعي ونقلب كويس جدا، وبرده النار ما زالت عاليه. وهنا حسيت ان هي محتاجه رشه من الفلفل الاسود هحط لها، وكمان رشه صغيره من الكمون. والملح بتاعها كان مظبوط، لو دقتيها بعد كده واحتاجت ملح معاكي ممكن تضيفي ملح. الكبده بتاعتنا هنا بدأت خلاص كانت داخله في سوا، حطيت الفلفل يدبل معايا، وبعد كده هروح مطفيه عليها النار ورافعاها من على النار عشان لو زادت في السوا هتشد معاكي. كده خلاص الكبده انتهت معانا وخلصت. عندي بقى العيش الفينو ده كنا احنا عاملينه مع بعض، وانا كنت منزله لكم وصفته على القناه. لو عايزه انزل لك في صندوق الوصفه طريقته. واجيب الكبده بتاعتي كده وسخنه، ونبدا نغطس العيش بتاعنا عشان يشرب من الصوص بتاع الكبده. ونبدأ نحشي كده في السندوتشات بتاعتنا، ونحط عليه كمان الطحينة البيتي اللي احنا عاملينها مع بعض، طحينة اقتصادية برضو. لو عايزين انزلك وصفتها ممكن انزلها لكم، او انزلك اللينك بتاعها في صندوق الوصف. ونبدأ نرصها مع بعض كده في طبق التقديم. طريقة سهلة وبسيطة لعمل سندوتشات الكبدة، ومعاها شوية شيبسي برضو انا عاملاه في البيت. مفيش احلى وانضف من الاكل البيتي اللي نعمله بايدينا لاولادنا. وبكده حبايبي يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك معلومة مفيدة وسهلة وسريعة. ما تنسنيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش، وكمان تشيري الفيديو مع كل اصدقائك واصحابك لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه. وبكده تكون الفيديو خلص. اتمنى اكون قدمت لك معلومة مفيدة. ما تنسنيش باللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.